الشعريه حمريها وبالحليب طشيها، ده الحلو اللي لازم اعمله طول الشتاء مرتين في الاسبوع من جمالها. تخلص اعمل غيرها، دي مش مجرد مهلبيه، دي كريمه بالشعريه بجد هتبهر كل اللي هياكلها وهتعمليها كل يوم. سمي الله، صلي على رسول الله. فضلا شجعيني باجمل لايك وشيري الطريقه. معايا بقى معلقه سمنه بلدي محترمه كده، وانزلي بكوبايه من شعريه. دي شعريه عاديه اللي بنستخدمها للرز، تمام. انا بحب استخدم النوع اللي هو في الكيس الموف ده، بتبقى الشعريه بتاعته رفيعه زي ما انتم شايفين. الشعريه بقى لازم تتحمر تاخد لون ذهبي فاتح. بعد كده نزلت عليها بكوبايه من السكر، ودي كميه السكر اللي هحتاجها طول الوصفه. بحب بقى اسوي الشعريه يا جماعه في شويه ميه، فكنت غاليه ميه في الكتل، وهدي فرصه للشعريه دي انها تستوي، لانك لو نزلتي بالحليب مش هتاخد فرصتها الصح عشان تستوي، وهتلاقيها ناشفه كده جوه المهلبيه. فاديها الاول كوبايه الميه مع السكر تشرب كده من الميه والسمنه والسكر، وطبعا الريحه زي العسل، ما تغمقيش لونها قوي. معايا بقى كيلو من الحليب بقشطته زي ما انتم شايفين. هنزل عليه بكيس من الكريم شانتيه، وده مكون اساسي يا جماعه. الكريم شانتيه هو اللي هيدينا القوام الكريمي اللي انتوا شفتوه ده، فاساسي معانا. كمان حطيت 4 معالق كاسترد، مش مليانه قوي، على كيلو الحليب، تمام. نرجع بقى للشعريه بتاعتنا بقى، شايفين شربت الميه وبتشكشك كده مع السكر والسمنه. يلا بقى نجيب الخليط اللي دوبناه على جنب. طبعا الحليب عندي بارد، يعني ما ينفعش تحطي الكاسترد زي النشا في الحليب الايه المغلي، يبقى الحليب بتاعك بارد. حطينا الكريم شانتيه والكاسترد ونزلنا بيهم على الشعريه. عندي بقى كده شويه مكسرات مخبياهم مكمراهم من العيال هنزل بيهم على طول. عايزه تحطي سوداني جوز هند، بس حلوه انك تاكلي كده حاجه بتقرش مع حاجه طريه في قلب المهلبيه. خلي بالك بقى من القوام، اظبطي القوام كده، خليكي ايه صح الصح. زي ما قلت لك الكاسترد 4 معالق كبيره ممسوحه. بصوا ما شاء الله، انا عايزه القوام كده مش تقيل ولا خفيف، مظبوط بالشكل ده. هتجيبي بقى اللهم بارك، عايزه اقول لك اضافه الكريم شانتيه زي ما بقول لك اساسي معانا. ليه؟ لان الكريم شانتيه هيديها القوام الكريمي، مش هيخليها تنشف وتشقق زي ايه، زي مثلا المهلبيه العاديه لو انت كترتي النشا فيها. فاساسي معانا. عايزه تحطي بقى قشطه كريمه لباني، بس الصراحه هي دسمه وحلوه جدا. بصوا يا جماعه، يعني هنقول ايه، ما كلفتناش حاجه. حلوه قوي قوي، حلوه مغذيه. شوفي عشان تحلي كده تنزلي تجيبي طبق بسبوسه ولا تورتايه ولا كام حته جاتوه، هيكلفوكي كام؟ عملتي حلو سريع في البيت ومحدش هيقولك عليه لا. شويه بقى من فوق الوش كده فستق مجروش، اي حاجه. بصوا كده بعد ما بردت تماما، بصوا القوام عامل ازاي. بقولك كريمه بالشعريه رهيبه يا جماعه، رهيبه. حبايب قلبي، فضلا اعملوا متابعه للصفحه عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسيش اجمل لايك منك عشان ان شاء الله الوصفه توصل لكل الناس، ويوصلك باذن الله كل وصفه جديده بنزلها. حبايبي بحبكم في الله، متابعتكم شرف ليا. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله.